بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم في قناة مطبخنا المصري. والنهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض البيتزا. هنعملها بطريقة سهلة وجميلة إن شاء الله تعجبكم. والمكونات بتاعتنا زي ما احنا شايفين. هنا أول حاجة الدقيق طبعا للعجينة، جبنة موتزاريلا، بسطرمة، فلفل رومي أو حامي زي ما تحبي، وجبنة تركي وطماطم وزيتون مخلي، وطبعا البصل، ولسه هنعمل صلصة مع بعض. هنبدأ نعمل أول حاجة العجينة. ودلوقتي بنعمل الخميرة. بجيب كوباية مية دافية وبضيف الخميرة. طبعا الخميرة حسب كمية الدقيق اللي بتعمليها. أنا عاملة 2 كيلو دقيق، فهحط لهم كيسين خميرة اهو، 2 خميرة. ودي معلقة سكر بس. بنقلب الخميرة كده ونركنها على جنب تتفاعل. وممكن يعني لو احنا واثقين من الخميرة، من نوع الخميرة اللي احنا بنستعمله، بنضيفها على الدقيق عادي. ودلوقتي هنضيف كوباية مية أو كوبايتين، مش هتفرق، انت بتبقي عارفة كمية الدقيق اللي انت هتعمليها. وكل كيلو دقيق عليه 3 مجات مية، بتطلع معاكي عجينة مظبوطة. دلوقتي هنضيف معلقة ملح وهننزل الدقيق. وهنبدأ نعجن. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما قلت بنعجن بمية دافية. اللي هتعرف تعجن بالبركة كده يعني المية تعجن، اللي مش هتعرف هتعمل مقدار المية زي ما قلنا ان الكيلو ليه 3 مجات مية. وممكن نوعية دقيق تاخد اكتر، يعني انت هتبقي شايفة العجينة في ايدك وهتتصرفي على الاساس ده. وادي الخميرة بتاعتنا اهي، بسم الله ما شاء الله. هنضيفها ونكمل عجن. هكملهم عجن وارجع لكم ان شاء الله. ودي معلقة زعتر اختياري، اللي حابب يضيفها واللي مش حابب حسب الرغبة، يعني مش ضروري. بس هي بتدي العجينة طعم وريحة بجد، بتحس انك بتاكلي بيتزا حقيقي، يعني مش عجينة عادية. بس هكملهم عجن وارجع لكم ان شاء الله. وبكده خلاص العجينة اهي، هغطيها واسيبها تخمر ونرجع نشوف هنعمل ايه كمان ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ودلوقتي هنعمل الصلصة بتاعة البيتزا. بنحط حبة زيت كده، دي طريقتي في الصلصة بتاعة البيتزا، وجربوها وقولوا لي ايه رأيكم. طبعا كل واحد بيضيف اي حاجة هو بيفضلها، مفيش اي غلط يعني ولا مانع، عادي، كل واحد بيعمل بطريقته. نحط الملح
نستناها تتبل، ونستناها تتبل كده او تاخد لون خفيف، وبعدين هنضيف البهارات. دلوقتي هضيف معلقة فلفل اسمر، بهار مشكل، الشطة، ودي معلقة زعتر. ودلوقتي هنضيف الطماطم، بس كده. انا الطماطم مفرزاها، ضربها في الخلاط ومفرزاها، عشان كده اديتها غلوة عشان تسيح وتنزل معانا ايه بالشكل ده. دي معلقة كزبرة ناشفة اهي، انا نسيت اضيفها مع البهارات. بس كده. عندك بقى توم بودر، بصل بودر، اللي انت حابة تضيفيه. توم بودر بس كده. بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي هنشوف العجينة بتاعتنا اهي. بسم الله ما شاء الله. هنبدأ ننزلها كده. بسم الله بسم الله. عجينة بسم الله ما شاء الله جميلة بجد اهي. هنبدأ نقطع البيتزاية بالحجم اللي احنا عايزينه، كبيرة صغيرة زي ما انت عايزة اهي. انا هعملها الحجم ده كده. نرش حبة دقيق الاول. بتلزق بسيط كده، وده المطلوب، ان هي ما تبقاش جامدة معانا اهي. طبعا انا هعمل واحدة، مش هعمل كل العدد كله بالتصوير، هعمل معاكم واحدة بس كده. كده هنغطيهم ونسيبهم حبة ونرجع نكمل ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي هنبدأ نعمل اول واحدة. بسم الله. ممكن نفردها بالفرادة، ممكن نفردها بايدينا زي ما احنا عايزين. بالفرادة نفردها. عملنا حروف ولا حاجة. شيلها دقيق خفيف، ممكن نعملها بالزيت، بس انا عشان عملتها بالدقيق فايه لازم اكمل بالدقيق. دلوقتي هجيب الصاجة واحطها عشان نحط فيها الحشوة بتاعتنا، وهي في الصاجة او في الصينية يعني متوفر عندنا بنشتغل بيه. نجيب اول حاجة الصلصة بتاعتنا دي اللي عملناها مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم.
خلاص. نجيب اول حاجه عندنا الموزاريلا اهي، بسم الله الرحمن الرحيم. ادي حبه من التركي، ما بنكترش تركي عشان التركي ملح. ونحط شرايح الفلفل. والزيتون بسم الله. ادي والبسطرمة. وشرايح الطماطم اهي. الطماطم بنقطعها شرايح وبنحطها في مصفى وبنرش عليها حبة ملح فبتنزل المية بتاعتها. بس كده ونديها ربط الشاي. لا ندخلها كده الأول، هندخلها الفرن ونشوفها بعد ما تطلع ان شاء الله. وده شكلها بعد 5 دقايق في الفرن. بنزود عليها حبة موتزاريلا تاني كده. بس كده وندخلها تكمل سوا ونشوفها بعد ما تطلع ان شاء الله. ده شكلها بعد ما طلعت من الفرن اهي، بسم الله ما شاء الله. هطلعها من الصاج ونشوفها في الشكل النهائي ان شاء الله. شكلها اهي، بسم الله ما شاء الله، زي ما احنا شايفين عامل ازاي. بسم الله ما شاء الله اهي اهي. جربوها ان شاء الله هتعجبكم وبالهنا والشفا. واذا عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.